الفطاير النهاردة عندي هنعمل النهاردة فطاير بأطعمة ظريفة تنفع اللانش بوكس بتاع المدارس واحنا داخلين على المدارس. هنجيب كيلو دقيق وهنجيب كوباية فيها معلقة سكر وباكو خميرة فورية، هنحطهم على جنب. هنحط معلقة بيكنج باودر وكيس فانيليا بتديها طعم وريحة لطيفة. هننزل بكوباية مية، وكان عندي لبن كان قاطع، اخدت شوية المية بتاعته نزلتها معاه، وزيت زيتون بديل اللبن، علبة زبادي. هنحط فركة زعتر، هنلم العجينة، هنحط طبعا الخميرة، هنلم العجينة بالسوائل اللي موجودة. هننزل على الرخامة بتاعة المطبخ او المكان اللي بنعجن فيه، ونبدأ ان احنا ندعك في العجينة ونعجن فيها عشان العرق بتاعها ينشط. هنلم العجينة كلها، هتبقى لينة معانا. كل ما بنعجن فيها كل ما عرقها بيشد. هنحطها في بولة، وهننزل بزيت زيتون ونغلفها كلها بزيت الزيتون. هنقفلها بستريتش وهنحطها في مكان دافي ونغطيها، ونرجع تاني نحطها، نفتح عليها هنلاقيها اختمرت في حدود نص ساعة. هنلم العجينة وهننزل بيها على الرخامة. هنكون عاملين الحشوات بتاعتنا، اي حشوات عندنا نقدر نعملها: جبن، سجق، فراخ، بصل، زيتون، فلفل، اي حشوات. صلصة البيتزا طبعا بتبقى عندي، او كاتشب على صلصة ممكن ان احنا ندهن بيها اذا استخدمناها. العجينة دي على فكرة ممكن نعمل بيها بيتزا، هي عجينة البيتزا. هنبدأ ان احنا نجيب كورة، نقسم العجينة 4/4 وناخد ربع من كورة من ال4/4، هنقسمها كور صغيرة، هنعملها الكورة هنعملها 8، ونبدأ نعمل فيها الفطاير الصغيرة دي. هنبدأ نعمل الحشوات اللي احنا عايزينها. هننزل انا عندي جبنة رومي ولانشون وكان في سجق. بدأت احشي الحشوات اللي انا عايزاها بالاشكال اللي انا عايزاها. حطيت صينية او صاج في زيت، وبدأت اشكل العجينة كلها. انا قسمت الكمية بتاعت الكيلو ده بتاعت الدقيق لنصها هعملها بيتزا، ونصها هعملها الفطاير دي. بدأت ان انا اشكل الاشكال اللي انا عايزاها. عملنا ميني بيتزا عليها من فوق وعملنا زي قرص محشية. وبدأت اجيب 7 اب، حطيت بالفرشة الوش بتاع العجينة بالسيفن اب، ورشيت سمسم وحبة البركة. طالعة زي ما انتوا شايفين جميلة، ومديها حمار حلو جدا وطراوة ولطيفة جدا، وتنفع اللانش بوكس بتاع المدرسة، وسهلة.